اليوم الحديث كان بمصادر قناة الشروق الإخبارية، كان الحديث على أنه عن طريق ياسر يتكفل بطرح القائمة الموسعة للمنتخب الوطني الجزائري خلال تربص شهر سبتمبر المقبل. هل يعقل أنه مساعد مدرب يتم تعيينه قبل المدرب الرئيسي للمنتخب الوطني الجزائري سيقوم بإعلان أو حتى بطرح القائمة الموسعة للمنتخب الوطني الجزائري قبل 25 يوم من انطلاق التربص الخاص بتصفية كأس إفريقيا المقبل؟ على كل حال السلام عليكم. والله الاخ مد معطيات، يعني اعطاني اسم، زاد اعطاني معطيات، يعني اسمه ولينا في فريق الوطني ولينا حديقه تجارب، ولات حديقه تجارب. لما تشوف فيدراليه ما تعملش كما نقولوا احنا بالمدى البعيد، ما تحضرش. كاين ناس فيدراليات من 2030 محضرين نفسهم. احنا في من بعد 3 شهور ما قدرناش نحضروا نفسنا. ونزيد نولي قلت كاين لجنه يا حسراتي على اللجنه، عيب فيها كاع مدربين جزائريين، والله عليه حسن نتحسر فيها كاع مدربين جايين. ما نقدروش نجيبوا مدرب يقدر يمشينا هذه الفتره. فيها مدربين عندهم خبره ويكون معاه ستاف تكنيك ونمشيو. واش قال؟ قلت عبد الرؤوف، قلت مساعد مدرب هو اللي يدير. شفت وين لحقنا؟ هذه هي الكره الجزائريه، هذه علاش الكره الجزائريه اندهورت. كنا بكري، ماشي بكري، نهضروا الفرق الوطنيه تاعنا اللي من 75 حتى الحال. مختار حريتي، انت عندك كل شهادات لازمه انا عندي كل كمدرب جزائري، كل حتى وفي كل موسم نشاهد أنه هناك عدد كبير من المدربين الجزائريين الذين يجتازون هذه الشهادات. يكون جيد، كاف سي، كاف بي، كاف أ. لكن اليوم غياب تام للمدربين الجزائريين في العارضة الفنية للمنتخب الوطني الجزائري. لماذا لم تحضر الاتحادية الجزائرية المدربين الجزائريين؟ لماذا لا تمنح الفرصة للمدرب الجزائري لقيادة العارضة الفنية سواء للأندية الجزائرية حاليا؟ لأنه في أغلب السنوات الماضية أو ربما في ال7 سنوات الماضية لو نتابع المتوج بالبطولة الوطنية دائما ما يكون مدرب أجنبي من سنة 2019 إلى غاية 2026. يعني عدم منح الفرصة للمدرب الجزائري في الأندية المحلية وكذلك في المنتخبات الوطنية بفئاتها السنية، رغم أنه هناك أمين غيموز متواجد في المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، إلا أنه خارطة الطريق، تكلمنا عن ورقة طريق خاصة بالمدربين الجزائريين، لأنه اليوم وجب تنظيم الاتحاد الجزائري وتنظيم خارطة طريق خاصة بالمدربين، لأنه وجب البحث عن المدى الطويل اليوم وكذلك التفكير فيما هو قادم وليس فقط في المنتخب الأول وفي كأس إفريقيا المقبل. والله يعني سؤال في محله. هنا تشوف أن المدرب الجزائري مهمش في كل، ما نهضروش غير فوتبول، في كل المدرب الجزائري مهمش. علاش؟ انت دير لي كما قلت انت، احنا رانا نديروا في شهادات ونديروهم ماشي بطله حقهم، دير شهادات. ولما تشوف انت ما عندكش مدربين جزائريين في الفرق تاعك وتروح تجيب مدربين بكل تواضع، وماشي نحسد المدربين يجيو من الخارج. احنا كنا نروحوا ندربوا في هذاك المكان. هنا كاين، شوف كاين لوبيات ولات واعره، ما نقدرش نتكلم عليهم انا لاني ماشي داخل فيهم بزاف. ما هناك كلمتني قلت حاجه، الفريق الوطني 23 سنه ما عندناش مدرب يكون محنك باش نديروه في الفريق الاول. اليوم راه رفيق صيفي هو اللي، لا رفيق صيفي عنده شهرين 3 شهور ما جا. رفيق صيفي كان كونوه من الاول وكان راهو ديجا موجد. لما تجيب انت مدرب اجنبي وما ديرش معاه ان اونترينور كابابل، شوف فيه بلي المعاينات الصفات الاخر بلي يتحكم، هذا نقدروا نشوفوا فيه. يعني نغير شحال عنده في ليكيب ناسيونال سنوات عده عمل مع عده مدربين، ولا ما يعطولوش شحال عنده في على ما يعطولوش الفريق الوطني حاليا رانا في ازمه. على ما يعطولوش، هو يعرف كل اللاعبين ويعني يعرف المجموعه، على ما يعطولوش.
تسير الاموال بريباراسيون على كوب دافريك، لان شوف سبتمبر تقول كانت لي فيه خطوات من قبل الاتحاد لكي نكون منصفين، كانت فيه خطوة من قبل الاتحاد الجزائري في تنظيم عالم تدريب في الجزائر بتعيين كريم زياني في صنف أقل من 16 سنة، بتعيين أمين غيموس في صنف أقل من 16 كريم زياني سنة، بتعيين رفيق لي. صيفي في المنتخب الأولمبي، إلا أنه كانت متأخرة هذه الخطوة بشكل كبير في الموسم. شوف نعطيك اليوم المنتخب الوطني وجد نفسه من دون. شوف رؤوف نعطيك حاجه بكل تواضع، ومانيش ضد صيفي، مانيش ضد كريم زياني. لو سول اللي عنده الخبره في التدريب امين غيموس، لو سول اللي عنده خبره في التدريب وحكم الفرق الشبانيه تاع الفريق الجزائري، وخدمت معاه انا، خدمت معاه في الفريق الوطني. لو سول اللي عنده خبره امين غيموس. صيفي ما عندوش، مانيش نقول ما يعرفش يدرب ولا ما عندوش خبره يعني اللازمه باش يقدر يكون مساعد. راني معك باش يزيد ياخذ يتطور وكذا، لان عنده فكره كره القدم، لاعب مهاري، لاعب في الخارج، عنده تكوين تاع تاع الفصاحه الكلام، يعرف في كوميونيكاسيون الدنيا، صح، يعرف يتواصل مع صح في مجال التدريب ما عندوش. صح تقول لي انت عن طريق يحيى، ليش ضد عن طريق يحيى؟ شوف نعطيك انا نكون صريح. اللاعبين اللي لعبوا فريق الوطني تاع درمان كلهم شوف صارت كيما 82. لو كان حكمنا اللاعبين اللي نشوفوهم فيهم الخصله، فيهم كذا، نديوهم نكونوهم تكوين جدي، كون ما راناش في الازمه هذه، ما راناش في الازمه هذه. لان من وقت هذاك من بعد ولاو مم لاعبين، كاين لاعبين انا نروح نجوز دبلوم، لازم كل المدربين العالم يجوزوا الشهادات. لحد الان من 82 لحد الان شوفوا ولينا من 86 من 90 ما عندناش يعني لاعبين اللي عندهم شخصيه وعندهم لا وقارين سيدي. هي الشهادات شيء اساسي، لكن الخبره والاشتغال في الميدان اللي صح. مؤخرا تم تعيين ابراهيم حمداني على منتخب اقل من 21 سنه، مقبل على العاب البحر المتوسط، حتى هو في البالماريس تاعو ما عندوش. عندنا مدربين هنا عندهم كفاءه، وعندهم كما نقولوا احنا اون اكسبيريونس اسي بور اونتريني لي. كاين شوف كاين خلفيات، هي بعيد على الاقتراحات والاسماء ربما، لان هذه كاع تجي من شوف يا اخي، هذه تجي كاع من المنظومه تاع الفيدراليه. كيفاش راهي تخطط، كيفاش الان لحد الان شحال عندهم اللي راح بيتكوفيتش؟ شهرين تقريبا من الشهر. انا نقول شهرين فسخ العقد رسميا مع فسخ العقد. لا شوف، قبل ما نفسخوا العقد راح نفسخ كيما سنينا العقد. لما نفكروا نفسخوا العقد كنا فكرنا هناك اسماء مقترحه. لا احنا نولي لك اللجنه اللي قيموها، اللجنه هذه كاع ما قدرناش نشوفوا يعني نعينوا مدربين صافي، ما عندهمش. انا نقول هذوك ما عندهمش. واغلب المنتخبات اللي فسخت عقود المدربين، المنتخبات الموندياليه عينت مدربين يخلفوها، ما فاتوش 15 يوم عينوا مدرب. احنا رانا في شهر ونص، كل يوم نسمعوا اسم. منذ اسبوع باتريك فيرا تم تعيينه على راس منتخب السنغالي هذا فني بوكتشاو. لا بس احنا رانا في شهر ونص باللجنه اللي عينتها الفيدراليه وكذا بالدي تي ان وكذا، ما لقيناش مدرب، ما عندناش مدربين في الجزائر احنا. لهذا لازم احنا تاني كمدربين لازم نديروا اللجنه تاعنا، نديروا كيفاش يقولوا تكاتف، لا نديروا اون كيفاش يقولوا تاع لي زونترينور، باش جمعيه خاصه باش ندافعوا على المدرب الجزائري. رانا ضيعنا بزاف عيمان. ونقول لك حاجه، اعطوني برك كاع الانجازات اللي درناهم في الفريق الوطني، شكون كان مدرب؟ اسكو الجزائري ولا اترونجي؟ الجزائر. جمال بالماضي سنه 2019، جمال مضى هذا الاخر كرمالي الله يرحمه في 90، خالف 82، سعدان 4 خطرات، سعدان 4 خطرات، واللي راهو يترأس اللجنه. اسمح لي يا شيخ، لازم تكونوا عندكم الجرأة هذيك، تكونوا عندكم وتعينوا هنا مدرب. تقول لي انا عن طريق يحيى يعيط لي جوار باش يتلموا، وصح وشكون يدربهم؟
عنتر يحيى. راك الى حين تعيين المدرب اقناع اللاعبين. لا اسمحوا لي كيفاش تحب يجي بينيتيز تقول له انا ندير لك الجون؟ يعني مدرب عنده شخصيه انه يرفض عنده مساعد. دوك باتريك فيرا كيديروا في السنغال يديروا له الستاف تكنيك. انت مدرب سي سعدان ولا ملاروم اما شيوخنا اسكو كي تحكم ميكيب يديروا لك ستاف تكنيك؟ اعطوني برك الجواب. ولا لا من المستحيل يا ناس، من المستحيل. هذيك لقاو صفه باش بيتروفيتش يتنازل بالطرادي وذا باش تقول لي تجيب مدرب تحطوه في ليكيب ناسيونال تقول له ندير لك لا هو يجيب ستاف تكنيك او انت تحب دير واحد معاه ولا هذيك حاجه باش تقول له انا ندير لك ستاف تكنيك. لا يا ناس شوف والله عندي من 96 ولا ندرب يا ناس خصو الشيطان. يعني نخدم مع مدرب ويعرفوا ما تقدرش دير له ستاف تكنيك تاعو ما نخدمش اللي عنده شخصيه. تنور بن سكري تقول له ندير لك الله يذكره بخير تقول له ندير لك ستاف تكنيك. عمراني تقول له ندير لك ستاف تكنيك. نوليو اسمح لي ذكر عمراني علاش ماشي قادر باش يصير. عمراني احسن مدرب محلي في السنوات الاخيره. نهضروا في السنوات نهضروا على اكثر من توج بكاس الجمهوريه حاليا اللي راهو يعمل كل عام يعمل عنده خبره. شوف ورفقه شبيبه الثوره بتشكيله متواضعه وصل لرابطه ابطال عنده خبايا كره القدم الجزائريه بالدقه ولا من قنعوهش يجي الفريق الوطني. وكان شوف انا ماشي انا والله عمراني بالك كان يستنجد بخونا نغيز لانه يعرف الفريق الوطني وخدم معاه لي جوار يعرفهم. انت تقول ما نشوفوش قدامنا ونروحوا غير لبعيد. هذه الكره الجزائريه تقعد تجري مدوره. هذه بالنسبه لك محسن عاشوري اليوم لما نتحدث عن خليفه فلاديمير بيتكوفيتش من هو البروفايل الذي يجب أن يكون في المنتخب الوطني بالحديث عن هذه المعطيات وكذلك تعيين مدرب مساعد هو الذي سيتكفل ربما بتعيين القائمة أو تحديد الأسماء التي ستكون في القائمة الموسعة للمنتخب الوطني. والله رؤوف احنا كاعلاميين ومتابعين للشأن الرياضي ربما ماناش بحال التقنيين اللي عندهم دراية في الجانب التقني يقدر ربما يقترح لك أسماء يعطيك تقني اللي يناسب في هذه المرحلة بالذات هذا الوضع اللي يعيشه المنتخب الجزائري. أنا ربما نعطيك وحيط علم المشاهد الكريم ربما الأسماء التي تداولت مؤخرا اللي أثبتت أحقيتها وإنجازاتها خارج الوطن. مثلا نحكي على خير الدين الماضوي. البعض يتحدث انه خالد الماضوي ما خداش حقه كما يجب. خالد الماضوي بطل افريقيا 2014 مع وفاق سطيف الان حق انجازات كبيره في الدوري الليبي. بعد يتحدث على المستوى المحلي كان حقق انجازات. سليمان رحو ايضا لما لا ياخذ فرصته لانه توج مؤخرا بالبطوله مع تي بي مازامبي في الدوري الكونغولي. البعض يتحدث على فؤاد. لماذا تم اقصاء المدرب المحلي تماما؟ والله شوف انا في موضع المدرب انا ما نحبش نخوض نقاشات مقارنات ما بين موضوع اللاعب مدرب محلي ومدرب اجنبي لانه انا نشوف باللي نتكلم على سياسه الاقصاء لانه بعيدا عن المقارنات بين المدرب المحلي انا ما نشوفها لا اقصاء ولا تهميش. المدرب حقه يقول هذا الشيء ولكن انا نشوفها من باب اخر انه في كل مرحله كاينه توندونس. مثلا هل في الدوري الجزائري نعيشوا مرحله التقني التونسي. التقني التونسي يجي يشتغل في الجزائر وهو في البطوله الوطنيه المحليه تاعو باحترامها شخصهم الكريم لكن كانوا على بطالين كانوا ما يشتغلوش. يجي من باب الواسع يقود المدرب الانديه الجزائريه ويتفاوض بشكل جيد. انا اشوف المرحله الحاليه بالنسبه للمنتخب الجزائري في موجه للمدرب الاجنبي الان هو من يملك ربما مفاتيح هو من يعرف يتواصل مع لاعبين مزدوجي الجنسيه. انا ما هذه ربما تقعد قراءات سطحيه فقط. لا مش عليه نقاطعك شويه تقول يعرف يتواصل مع اللاعبين الجزائريين. لا مانيش اكد لك. هذه ماشي قراءتي ولكن نقول لك الان في اختيار المدربين كاين مراحل. في الفترات الأخيرة بعد بالماضي وقبل بالماضي سيرنا جبنا الكاراس جبنا المدرب المنتخب غانا السابق فكرني فيه وصل لربع نهائي 2010 منتخب غانا ودرب منتخب الجزائري 6 شهور
وبعدها خرجت احاديث انه لعب وسط ميدان، لعبوا مدافع ايمن، وبدا الحديث من اللاعبين المحترفين. المدرب الاجنبي اللي جابوه ما كان عنده حتى فكره على المنتخب. رايفات كان رايفاتس ايضا رايفاتس بعدها جربنا عده اسماء وفي فتره وجيزه نجاعتها. وبعد فتره وجيزه قلنا نخلصوا في زندمنيتي تاع طرد هذا المدربين وفسخ عقودهم. لكن الان في مرحله الحساسه هذه، علاش قلت لك انا الاختيار لابد يكون برويه، ولو انه تاخرنا فيه شويه شهرين بعد الاقاله تاعه ولا بعد نهايه بينه لابد الاختيار، لانه ما نزلش نطيحوا في وضعيه بيتكوفيتش قعدوا نتفاوضوا معاه في حاله ما يكونوش فيه نتائج. انا نظن انه انا شخصيا ربما نقول لك نقترح بعض اسماء كما قلت لك، راح هو ممكن يكون رجل مرحله، خير الدين الماضوي ايضا، البعض حتى اقترح بن شيخه عبد الحق، بعض عنده تجارب ناجحه في بطولات اجنبيه. لكن انا نظن السير الان التي راهي على مكتب اللجنه التقنيه مستبعد ربما الاسم المحلي. لكن احنا نتكلموا اليوم على المدرب انا نقول ما عندوش المؤهلات من جهه ثانيه. وين الكوليج في هذا دون تو سا؟ الناس المحترمين في الكوليج يا اخي بور ديزينيي ولا بور نومي ان انترينور او نيفو دو ليكيب ناسيونال ادجوان ولا يلزم لك معايير، ماشي هكذا. احنا ماناش في الاخر. كاين ناس في الكوليج مدوا اسماء ايضا. اسمح لي مستحيل مدوا خلاص. اخي حنا في بلاد نتكلموا على المنتخب الجزائري، رانا نتكلموا على الجزائر خويا، نتكلموا على الجزائر، رانا الفوق، رانا افونسينا مافونسيين. ما يهمش يكون مدرب المعايير كبير ولي لي زادجوان تاعو ما عندهمش. سكو جو دير انا حبيت نقول ان الامور ما تبقاش تمشي بالطريقه هذه نابورت كي ديزيني، لا، الامور تمشي بحسب معايير. بور اتر ايكيب ناسيونال ادجوان يلزم لك 10 سنوات كذا، يلزم لك كذا، يلزم لك كذا، فورماسيون كذا. مش اي واحد هنا، كل واحد يسيب روحه في هذه البلاد. راه مدرب يطمح يروح ليكيب ناسيونال، انا لازم ندير هذه وندير نتائج وندير كذا باش ممكن نروح ليكيب ناسيونال. اليوم مغلوقه، نقدر نجيب الواحد من عدم نجيبو نحطو في ليكيب ناسيونال، سي با نورمال. احنا هذه اللي حبينا الامور تكون قانونيه، تكون مهيكله، تكون معروفه، كل شيء واضح للبوبليك، لي جوار. حتى تتكلم على لي جوار، تتكلم على شيخه وتكلموا على كما كانوا يتكلموا الاخوه على لا ليست. لا ليست 100% من الجزائريين ولا 90% من الجزائريين يغدوا يعطيك لا ليست. لاعبين معروفين، يجي عن طريق يديرها ولا ما الاخر ماشي مشكل تاع يديرها، يا با بروبليم. لكن احنا لازم المدرب هذا اللي جاي الى فيدراسيون ما هم الاهداف نتاعنا احنا. دوك اللي حبينا نديروا تشبيب، هذا السؤال اللي راح نختم به هذا الموضوع. اللي حبينا نديروا تشبيب في المنتخب الوطني. شوف نعاودوا نبنيو فريق من جديد ونجيبوا دي جون، وكاين دي جون الله يبارك، ونحي هادو تاع 35 36 34 هادو سي بون بارك الله فيهم. اليوم حبينا 2030 ليكيب ناسيونال كوب دي موند 2030 نبدا من اليوم نخدم، صح، من اليوم نقلع نجيب. الهدف هو اللي يحدد لا ليست. واش حبيت نعاودوش نديروا الغلطه اللي فات. لا يعطيك الصحه. انا شوف، انا والله شوف نصر، راني مخلي هذا السؤال هو الاخر باش نختموا به هذا الموضوع، لانه الوقت راه يداهمنا وراح نطرحوا عليه. لا، الموضوع هذا الشيق، ولازم على الاتحاديه، لازم على الجماهير تاعنا تعرف انه اليوم الشيء الهام ان باش تكون مساعد في المنتخب الاول لازم معايير بكل صراحه. لازم نديروا، ما تقدرش تكون تجي هكذايا مباشره تكون، لا، لازم معايير، لازم عندك تتعلم في الفريق الوطني. انا ضد هذا الشيء، ما تجيش في المنتخب الجزائري تتعلم اي شيء. انا هذه شعبان المرزقان، لكي نختم هذا الموضوع حنطرح لك هذا السؤال: وش هي الاهداف اللي لازم اليوم على الاتحاديه انها تسطرها مع الناخب الجديد؟ احنا معتادين اننا ننتقد بعدما تنتهي الامور. علاش اليوم ما نقدموش وجهات النظر هنا في البلاطو؟ نبداو بك شعبان مرزقان. ربما اي اهداف تراها انت اهداف واقعيه وجب اليوم ان نسطرها مع هذا الناخب الجديد؟ هذا كان انكسار الفريق الوطني. تشوف اللاعبين اللي عندك وتشوف جازوا اكوتي في المونديال. شفنا الطريقه كانت غير لائقه. في الجروب ما كاش افون سونتر،
تلقى واحد يسجل لك هدف المقابله الاخرى ما يلعبوش، عبالك كان غير مفهوم هذا المدرب بيتكوفيتش، وانا تكلمت عده مرات قلت ما يليقش للفريق الوطني. ما وش هي الاهداف اللي لازم على الاتحاد اليوم انها تسطرها مع الناخب اللي راه جاي؟ قالها وش لازم على بالك ندير مع عندك المنتخب راك في ضيق الوقت، عندك 6 مقابلات اللي راح يستنى فيك، البدايه تكون في شهر سبتمبر، لازم لك 2-3 مقابلات وديه. هل الإدارة فيفا تسمح لك؟ ما تسمحلكش. ما تسمحلكش. هنا واش لازم على بالك المدرب هذا راح كيما يقول لك يدير فيزيوناج تاع لي فيديو تاع كاع المقابلات، ويشوف انديفيديالمون لي جوار المعطيات تاعهم حتى المناصب. اسم كل لاعب يلعب في المنصب تاعو على حسب التقنيات تاعو، وكما يقول لك يدير كوريكسيون. لاخاطش عندنا لاعبين لاباس بهم عطاو المزيد تقنيا، ولكن الخطه المعلومه بها في الفتره المونديال كانت غير لائقه بهذا اللاعبين، وشفنا التغييرات من مقابله لمقابله 5 تغييرات 6 تغييرات. شابان مرزقان، انت ناخب وطني وانا رئيس اتحاديه، هل نطالبك انه تجيب لي كاس افريقيا ولا توصل بالفريق الوطني الى نصف النهائي، ولا نطالبك انه تحسن من محتوى اللعب في المنتخب الوطني وتصحح الاخطاء اللي راهي كاينه؟ وراه الهدف الاسمى انك توصل بيا لنصف نهائي ولا نهائي كاس افريقيا، ولا تعطيني هويه لعب للمنتخب الوطني، طريقه لعب وتصحح بعض الاخطاء اللي راهي كاينه في المنتخب؟ شوف نهار كان بالماضي قال لنا نروح نجيب كاس افريقيا من مصر، شاطرته لاخاطش شفت المنظومه اللي عنده وطريقه اللعب محضه تاع الفريق اللي تقدر تامن باللي تروح دير نتيجه. من الوضعيه تاع الفريق الوطني وضيق الوقت ما نظنش رئيس الفيدراليه يقول المدرب اللي راه جاي باللي تروح تجيب لي كاس افريقيا، ما نظنش. هي من الاحسن قال نصف نهائي. هل نجوزوا الدور الاول؟ لا الاهم هو ان دير لي ايكيب كومبيتيتيف اولا، من بعد وهي النتيجه تدريجيا. ولا شفت الفريق عنده امكانيات تقنيه وخطه محضه فوق الميدان اللي تليق باللاعبين. هنا نقدر نقول المشوار مفتوح باش ولما لا نروح لو ديرني كاري، لما لا. واضح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم قناتي وفي قناتكم الإعلام الرياضي. كما شفتوا معنا الفيديو اليوم تعليق إعلام جزائري على المدرب المرتقب للمنتخب الجزائري، وعلى العديد من التساؤلات ديالهم، التأخير ديال الفاف الاتحاد الجزائري لكرة القدم على الأسباب اللي خلات التأخر ديال إعلان مدرب جديد للمنتخب الجزائري خلفا للمدرب السابق فلاديمير بيتكوفيتش الذي أقيل من منصبه بعد الأداء المخيب للآمال، ولكن ماشي النتائج اللي كان مصمم عليها هو هي اللي كان دايره في العقد بأنه غيوصل ربع نهائي كأس إفريقيا ويمر من الدور الأول لكأس العالم. كنتمنوا لنا التوفيق من هذا المنبر، ونتمنوا أيضا الفيديو يكون من الإعجاب ديالكم، وتكون الآراء ديالكم في لي كومونتير، ولا كان ممكن كالعادة دعونا بلايك واشتراك، وشكرا. إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.